مرحبا. الأول من آب هو منه نهار عادي بتاريخنا، الأول من آب هو ذكرى تأسيس الجيش اللبناني. هذا الجيش اللي بحب وجه له تحية اليوم، قادة، ضباط، رتبة وأفراد. وبحب أقول لكم إنه نحن بنحبكم كثير، إن شاء الله كل سنة وأنتم بخير، وإن شاء الله السنة الجاية تكون أحسن لنا كلنا سوا، بالأخص عليكم. بدي أتشكركم لكل الجهود اللي عم تعملوها من 2019 لليوم بالحد الأدنى بهالظرف الاقتصادي والأمني يلي عم يمرق فيه الوطن العربي كله ولبنان بصورة خاصة. بدي أتشكركم لأنكم بعدكم جيش واحد. بدي أتشكر القيادة يلي عم تعمل كل جهدها تحافظ على هالجيش، ولو أنه بعض الأحيان بصير يمكن خلل شمال أو يمين، ولكن هذا بكون غير مقصود، وهذا الخلل نتيجة كل هالضغط اللي عسكرنا وجيشنا مالي فيه. بدي أتشكركم وأقول لكم الله يقويكم ويحميكم أنتم وعيالكم. بدي أقول لكم إنه نحن حدكم مثل ما كنا حدكم بال 75، مثل ما كنا حدكم بال 67 وبال 58 وبال 45، بكل مرحلة دقيقة مرق فيها لبنان. نحن حدكم وقدامكم ووراكم، ونحن معكم، وإن شاء الله ما نعوز أبدا إنه يصير في أي مشكل أمني بالبلد، وإن شاء الله إنه الأمور تمشي لقدام. وبعرف إنه اليوم مش المناسبة نحكي، ولكن بس عم بطلع شو عم بيصير بعين حلوة بهاليومين، برجع بفكر وبقول إنه أمتى بقى بده يوعى السياسيين بلبنان ويعطوا القرار الصريح والواضح للجيش لحتى يضبط الامن بكل معنى الكلمه، ويعني ويلموا السلاح من المخيمات الفلسطينيه، ويتاكدوا انه ما في سلاح موجود بالمخيمات السوريه، وانه يلموا السلاح من كل حزب ومن كل مواطن ومن كل مجموعه بلبنان، وينحصر السلاح مع الجيش اللبناني فقط، بأمرة الدولة اللبنانية فقط، يلي بنتمنى عليها انه تعمل دورة تجاه الجيش وتساعده يتسلح، تساعده تحسن له اموره. وبدي اتوجه كمان للعسكر جميعا، من الضباط للرتبة وللعسكر، اصدقاء ومش اصدقاء، بنعرفهم او ما بنعرفهم. الجيش بحاجه لنا اليوم. وقتها كان الجيش وضعه منيح كنا كلنا عم نحب الجيش، وقتها كانت معاشاته منيحه، وقتها كانت الطبابه ميسره بكل الاوقات، وقتها اي شيء نعوزه يعملنا اياه. اليوم الجيش مالي بظرف مفترض فينا نوقف حده. بتشكر يلي واقف حده، بتشكر الاكثريه الساحقه يلي هن ولائهم تام وخالص للجيش اللبناني. وبتمنى على اللي عندهم بعض الشكوك او بعض هيك الافكار السوداويه اللي بتقطع براسهم يلي بتفهمهم جدا، يشدوا حالهم ويعرفوا انه المستقبل احسن، وانه يلي جاي افضل من يلي راح. برضه بعرف مش مناسبه، بس برضه بدي اقول عسى وعله تجتمع هالحكومه بقى ويتفقوا هالسياسيين مع بعضهم لحتى ننتخب بمجلس النواب رئيس للجمهوريه يلي بتمنى يكون قائد الجيش، لحتى يوصل مع اللواء عباس ابراهيم ويشكلوا مجلس نيابي ورئاسه جمهوريه جديده على شكل الحكم يلي كان ايام فؤاد شهاب، لحتى نقدر سوا نرجع نبني المؤسسات ونفعلها بلبنان، ونخلص هالبلد من المشكل الكبير يلي هو واقع فيه. مرة ثانية بقول لكم ميرسي كثير، ألف تحية لكم، الله يحميكم، ونحن حدكم بكل صغيرة وبكل كبيرة.